السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب المرحلة الإعدادية وخصوصا طلاب الصف الثالث الإعدادي. الفترة اللي فاتت يا سنة تالتة جالنا رسائل كتير، سواء كان على القناة بتاعت اليوتيوب أو جالنا كومنتات على القناة على الفيديوهات بتاعت أولى ثانوي، وجالنا رسائل على صفحة الفيسبوك، وجالنا رسائل على جروبات الواتساب وعلى أرقام الواتساب بتاعتنا. هو أنت ليه يا مستر مش بتعمل لنا فيديوهات زي أولى ثانوي؟ مستر احنا في حاجات واقعه مننا في المنهج، عايزين نسمع الفيديوهات ونلم الدنيا من اول وجديد. لذلك قررنا كلنا، مش انا بس، فريق الاكاديميه عندنا شباب، ان احنا نعمل لك منهج ثالثه اعدادي كله فيديوهات من الاخر، المختصر المفيد. يعني يا مستر يعني هنزل لك الفيديو تسمعه، تروح تحل الدرس ان شاء الله تلاقي الدنيا معاك تمام ان شاء الله. النهارده شباب اول فيديو لينا او اول درس لينا هنبدا بمنهج الهندسه. منهج الهندسه بتاعنا كله 4 دروس: درس اسمه البعد بين نقطتين، درس اسمه احداثيات منتصف قطعه مستقيمه، درس اسمه ميل الخط المستقيم، درس اسمه معادله الخط المستقيم. النهارده ان شاء الله هنبدا نشوف مع بعض اول درس معانا اسمه البعد بين نقطتين. لو انت طالب مش من الطلبه بتاعتنا او طالب متابعنا على اليوتيوب، ممكن حضرتك تبعت لنا رساله على الواتساب على الرقم ده 011 5621 5924، واحنا ان شاء الله هنبعت لك PDF بالمذكره اللي احنا شغالين منها مجانا. المذكره بيكون فيها نفس الاسئله بس محلوله جاهزه على المذاكره على طول. لو انت طالب عندنا، المذكره بتاعتك في ايدك، كوبايه شايك، يلا بينا ركز معايا، تعال نجيب منهج الهندسه من البدايه. اول درس عندنا سنه اولى سنه ثالثه اسمه البعد بين نقطتين. يعني ايه سنه ثالثه البعد بين نقطتين؟ بص معايا يا حبيب قلبي، احنا عارفين اي نقطه في الرياضه، اي نقطه بتتكون من زوج مرتب، والزوج المرتب بيكون عباره عن عددين. بنرمز دايما للعدد الاول بالرمز س والعدد الثاني بالرمز ايه؟ ص. لو انا عندي نقطتين، نقطه هنا اسمها ا ونقطه هنا اسمها ب، انا عايز اجيب البعد ده او عايز اجيب المسافه دي. المسافه دي او الطول ده عندنا في الرياضه اسمه البعد بين النقطتين. طيب البعد بين النقطتين ده بيتجاب ازاي يا سنه ثالثه؟ بص يا حبيبي، الحصه كلها ماشيه بقانون واحد بس. ايه هو القانون بتاعنا؟ اهو اسمه جذر قوسين تربيع وما بينهم زائد س 2 ناقص س 1 وصاد 2 ناقص صاد 1. طيب تعال نشوف اهو القانون بتاعنا يا شباب، اهو اسمه س 2 جذر س 2 ناقص س 1 وصاد 2 ناقص صاد 1 الكل تربيع. تمام يا سنه ثالثه؟ طلع اكتب كده جنبك في كراستك، ده القانون اللي احنا هنشتغل بيه، هو ده اللي اسمه في الرياضه قانون البعد. يلا بينا نشوف مسائل ونبدا نحلها مع بعض. هنبدا الاول بمسائل سهله، مسائل لذيذه، ونبدا بعد كده نعلي المستوى شويه. أول مسألة بيقول لي إذا كانت أ ب6 و2 وب ب3 و6 اوجد طول أ ب. أنا عاوز أجيب طول أ ب. بصوا يا شباب، هعمل القانون بتاعي جذر قوسين تربيع أهو وما بينهم زائد. حلو قوي. وبعدين همسك النقطة الأولى اللي هي أ عشان ما تتلخبطش. أول عدد 6 هحطه هنا، وتاني عدد 2 هحطه هنا. صعبة؟ أصل أنا عندي قوس بتاع سينات وقوس بتاع صادات. حلو. هروح للنقطة الثانية اللي هي مين؟ اللي هي 3 و6. هاخد ال3 أحطها هنا وال6 أحطها هنا. بس بص بقى، اتعلم معايا، النقطة الثانية دايما هنغير لها الإشارة. طب ليه هنغير لها الإشارة؟ لأن القانون ناقص، والناقص بيغير إشارة اللي جاي بعديه. يعني دي كانت 3 هخليها أنا -3، دي كانت 6 هخليها -6. طيب أنا هروح عاطي دي للآلة بتاعتي على طول، الآلة هتقول لي إن الناتج يساوي 5. مصر هكتبها على الآلة إزاي؟ هعمل جذر وافتح قوس 6 ناقص 3 الكل تربيع زائد 2 ناقص 6 الكل تربيع. طيب 6 ناقص 3 تربيع ب9. لو انت عايز تعرف جت ازاي، 9 زائد 2 ناقص 6 -4 تربيع ب16. 6 و9 25 او 16 9 25 وجذر ال25 كام؟ 5 اللي انا قلت لك عليها من شويه. يبقى أ ب ب5. طيب 5 ايه؟ هو انا بقيس طول، يبقى 5 سم يا مستر. ليه مش 5 متر؟ ليه مش 5 كيلو متر؟ فانا ما اعرفش، فاحنا بنقول ايه؟ 5 وحدة
طول. وممكن اقول كده 5 واو طه. واو طه يعني وحدة طول. خلص الدرس سنة تالتة. كل المسائل هتتحل بالطريقة دي. كل المسائل معانا النهاردة هنشتغل بقانون البعد. يلا نشوف مسألة كمان. بيقول لي إذا كان أ ب3 و6 وب بسالب 1 و4 اوجد أ ب. احنا اتفقنا بقى كل المسائل هتتحل بالقانون ده. جاذر، اكتب لك القانون عشان ما تنساهوش. قوسين تربيع وما بينهم زائد. احفظوا كده سنة تالتة وقولوا معايا مش هتنساه. هنا س 2 ناقص س 1 وهنا ص 2 ناقص ص 1. هو ده القانون. وانا بحل في الامتحان لازم اكتب القانون يا سنة تالتة. طيب هنقول أ ب بتساوي اهو جذر. تعالى بقى ناخدها واحدة واحدة. قوسين تربيع وما بينهم زائد. حلو قوي. هنزل النقطة الأولى اللي هي 3 و6. هروح كاتب هنا ال3 وهنا ال6. النقطة الثانية سالب 1 و4. أنا هكتب السالب 1 وهكتب ال4 بس احنا اتفقنا اتفاق إن أنا هغير إشارتهم. فالسالب 1 ده تخليه موجب 1 ودي تخليها سالب 4 وتحسب دي وتحسب دي. دي 4 تربيع ب16 ودي 2 تربيع ب4 يبقى جذر 20. لو كتبتها على الآلة على طول الآلة هتقول لك 2 جذر 5 وحدة طول. بس كده بس كده. صعبة سنة ثالثة. يلا نشوف مسألة كمان. نبدأ بقى نشوف شكل الأفكار اللي بتيجي في الامتحان. بص يا حبيبي يقول لي إيه؟ يقول لي كده إذا كان، طبعا سنة ثالثة لو أنت طالب مش معانا في الدرس وبتتابعنا على السوشيال ميديا ابعت لي رسالة على الواتساب على الرقم اللي أنا جبته لك في بداية الفيديو عشان أبعت لك المذكرة دي. هتبقى معاك محلولة وتبدأ تتابع معايا أول بأول. طيب المسألة دي بيقول لي إيه؟ إذا كانت أ ب3 و1 ب ب1 و2 ج ب5 و4 اثبت أن ب ج 2 أ ب. يعني ايه ب ج 2 أ ب؟ يعني الب ج قد الالف ب مرتين. سهله قوي. تعالى اقول لك هنعمل ايه. اول حاجه هروح اجيب الب ج. طب اجيب الب ج ازاي؟ زي ما اتعودنا بقانون البعد. جذر قوسين تربيع وما بينهم زائد. حلو. ب هنزل الب زي ما هي ادي الواحد وادي الاثنين. طب ج همسك الجيم اغير لها الاشاره. احط دي سالب 5 واحط دي سالب 4 واحسب دي واحسب دي. دي 16 ودي 20 تطلع 2 جذر 5 وحدة طول اللي هي جذر 20. خلي بالك. طيب هروح اجيب أ ب. ادي أ ب جذر قوسين تربيع وما بينهم زائد. قلنا ده اللي هنشتغل بيه في كل المسائل. ميزه الهندسه سنه ثالثه ان كلها الدرس بيبقى قانون واحد وبتفضل تحل عليه طول الحصه. طيب هنزل الالف زي ما هي اللي هي 3 و1 وهغير الب سالب 1 وسالب 2. هحسب دي تطلع بتساوي جذر 5. واخد بالك من حاجه؟ ان الالف ج طلع الب ج طلعت لي ب2 جذر 5 ودي طلعت لي جذر 5 بس. ده معناه ان دي قد دي كام مره؟ مرتين. طب ما هو عايز يثبت كده يبقى هتقول له اذا الب ج تساوي 2 أ ب وهو المطلوب. صعب الكلام يا سنه ثالثه. حلو الدرس. يلا بينا نشوف اللي بعد كده. يبقى احنا عرفنا ان الدرس بيتكلم عن البعد بين نقطتين وعرفنا ان هنستخدمه في ايه. طيب خلي بالك من الحته اللي جايه دي. هتلاقيني اعمل لك في المذكره كده بقول لك خلي بالك. خلي بالي اخلي بالي من ايه؟ بص يا عم هيجي في الامتحان يقول لك انا عاوزك باستخدام البعد تحدد نوع المثلث. انا احدد نوع المثلث باستخدام البعد. طب ازاي؟ بص يا عم رقم 1 هو انا عارف انواع المثلث اصلا عباره عن ايه؟ لما اجي اقول لك ايه هي انواع المثلث تقول لي يا مستر هو انت عاوز انواع المثلث بالنسبه لاضلاعه ولا بالنسبه لزواياه؟ اصل انت لو عاوز انواع المثلث بالنسبه لاضلاعه فده 3 انواع. مثلث متساوي الاضلاع، مثلث متساوي الساقين، مثلث مختلف الاضلاع. ده لو انت بتتكلم على الاضلاع يا مستر. طب لو بتتكلم على الزوايا فالمثلث انواعه بالنسبه لزواياه 3 حاجات. مثلث منفرج الزاويه، مثلث قائم الزاويه، مثلث حد الزوايا. طيب
يبقى انا دلوقتي لو سالتك على انواع المثلث بالنسبه لزواياه تقول لي ايه؟ حاد وقائم ومنفرج. طب بالنسبه لاضلاعه تساوي الساقين، متساوي الاضلاع، مختلف الاضلاع. طيب لو انا عاوز احدد نوع المثلث بالنسبه لاضلاعه، وهنتدرب عليها دلوقتي مع بعض، بس ركز معايا الاول. لو انا عاوز احدد نوع المثلث بالنسبه لاضلاعه هعمل ايه يا سنه ثالثه؟ هروح اجيب الثلاث اضلاع باستخدام قانون البعد. لو طلعوا الثلاثه بيساووا بعض يبقى ده متساوي الاضلاع. طب لو طلع اتنين بس بيساووا بعض يبقى ده متساوي الساقين. طب لو طلع الثلاثه مختلفين يبقى ده مختلف الاضلاع. طب يا مستر بالنسبه للاضلاع وعرفنا، ازاي انا هعرف المثلث ده حاد ولا قائم ولا منفرج باستخدام الاضلاع؟ هو مش حاد وقائم ومنفرج دي زوايا، وانا قانون البعد ده بيجيب لي طول. ازاي عن طريق الطول هحدد الزوايا؟ قلت لك هفكرك يا عم، انت خدت حاجه في تانية اعدادي بتقول لك ايه؟ تحديد نوع المثلث. طب ازاي؟ قال لك بص، هو المثلث فيه كام ضلع؟ 3. هناخد اكبر ضلع فيهم ونربعه. حتى هتلاقيني بص كاتب لك هنا لتحديد نوع المثلث بالنسبه لزواياه. بص يا عم، هناخد اكبر ضلع فيهم ونربعه، مربع اكبر ضلع اهو، ماشي، وناخد الضلعين الصغيرين اربع كل واحد فيهم واجمعهم اهو. طب وبعدين؟ يبقى بص هناخد اكبر ضلع وهناخد مجموع مربع الضلعين الصغيرين. طب وبعدين لو لقيت اكبر ضلع ده اكبر من مجموع الضلعين الصغيرين يبقى المثلث ده منفرج الزاويه. طب لو لقيت اكبر ضلع ده المربع بتاعه بيساوي الضلعين الصغيرين يبقى المثلث قائم الزاويه. طب لو لقيت اكبر ضلع ده اصغر من الضلعين الصغيرين يبقى المثلث حاد الزوايا. مستر انا تهت منك، انا مش فاهم. بص يا بطل، احنا معانا كام ضلع في المثلث؟ 3. هنمسك الكبير نربعه لوحده، ونمسك الاتنين التانيين نربعهم ونجمعهم. لو طلعوا بيساووا بعض يبقى المثلث قائم، لو طلع الضلع اكبر منهم يبقى منفرج، لو طلع اصغر منهم يبقى مثلث حاد. يلا نشوف امثله. اول مساله معايا بقول لك ايه؟ حدد نوع المثلث ا ب ج بالنسبه لاضلاعه. طيب المثلث ا ب ج، ادي مثلث ا ب ج. طيب المثلث ده بيتكون من كام ضلع؟ 3، ا ب وب ج وأ ج. هتروح تجيب لي كل واحد بقانون البعد، هتروح عامل لي ا ب ج ا ج، ماشي. طب وبعدين تجهز لي مسألتك كده مرة واحدة اهو، جذر جذر جذر، تعمل قوسين تربيع وما بينهم زائد في كله، قوسين تربيع وما بينهم زائد، قوسين تربيع وما بينهم زائد. يلا بطل، هنروح نجيب مين؟ ا ب. يبقى الجيم دي ما تلزمكش، مالكش دعوه بيها خالص، انت ركز لي على الالف وعلى الب. همسك الالف انزلها زي ما هي، ادي -2 وادي ال4. همسك الب اغير لها الاشاره، احنا اتفقنا الاولى بنزلها زي ما هي، الثانيه بغير لها الاشاره، يبقى -3 زائد 1. ماشي. تعال نجيب ب ج، هنحسبها دلوقتي. تعال نجيب ب ج، هننزل الب زي ما هي، ادي -3 وادي الواحد، -1. طب والجيم هنغير لها الاشاره، يبقى -4 -5. طيب ا ج هننزل الالف زي ما هي اهو. طب والجيم هنغير لها الاشاره، يبقى -4 -5. طيب تعالى بقى نحسب دي ونحسب دي ونحسب دي ونطلع النواتج. يلا ونشوف المثلث ده هيوصل معايا لايه. هنا دي -5 تربيع ب25 ودي 5 تربيع ب25، يبقى جذر 50. جذر 50 دي يا شباب اللي هي 5 جذر 2. ماشي. طبعا ما تنساش تكتب في الاخر وحده ايه؟ طول. طيب هنا ده 6 تربيع ب36 وده 1 تربيع، يبقى ده جذر 37. ما تنساش وحدة طول. طيب ده 6 تربيع وده 1 تربيع، جذر 37
وحدة طول. ما تنساش يا سنة تالتة أنا عايز أحدد نوع المثلث بالنسبة لإيه؟ لأضلاعه. برافو عليك، سامعك يا اللي بتقول إن المثلث ده متساوي الساقين. عرفت منين؟ أنا جبت أول ضلع طلع بجذر كام يا مستر؟ طلع بجذر 50، وده طلع بجذر 37 وده جذر 37، يعني عندي ضلعين بيساووا بعض، وطالما عندي ضلعين بيساووا بعض يبقى المثلث متساوي الايه؟ الساقين. يبقى لو انا جبت الثلاث اضلاع يا سنه ثالثه وطلعوا بيساووا بعض يبقى مثلث متساوي الايه؟ الاضلاع. برافو عليك. طب لو طلع الثلاثه مختلفين يبقى مثلث مختلف الاضلاع. طب انا كده خلصت، هكتب له سطر واحد عشان اخد درجتي كامله. اقول له ايه بقى؟ اقول له بما ان الألف جيم طلعت بتساوي الب جيم، إذا المثلث ألف ب جيم متساوي الساقين. صعب الكلام يا سنة تالتة؟ لا يا مستر الكلام مش صعب، وبكده تكون خلصت المسألة. يلا نشوف فكرة جديدة. يقول لي إيه؟ يقول لي مسألة تانية، يقول لي حدد نوع المثلث ده بالنسبة لزواياه. مستر بيني وبينك دي اللي أنا مستنيها من بدري. أنا عايز أعرف إزاي هحدد الزوايا وأنا معايا أضلاع. بص يا عم، دلوقتي يا شباب أنا هروح رايح قايل لنفسي المثلث اسمه ألف ب ج، ماشي. هروح أجيب الألف ب والب ج والألف ج زي ما عملت في المسألة اللي فاتت بالظبط. أدي الألف ب، ادي الب ج، ادي الالف ج. احنا اتفقنا نجهز مسألتنا عشان تكون جاهزة على طول. جاهزة القوسين تربيع وما بينهم زائد اهو. جاهزة القوسين تربيع وما بينهم زائد. طيب بص يعني اول واحدة الالف بكام وكام عندي؟ الالف ب3 و3 اهي. هروح كاتب هنا 3 وهنا 3. طب والب هغير لها الإشارة يبقى -4 موجب 1. تمام. طب تعالى ب ج هنزل الب زي ما هي، ادي 4 ودي -1. الجيم هغير لها الإشارة يبقى -1 -1. طب ألف ج هنزل الألف زي ما هي والجيم هغير لها الإشارة -1 -1. واحسب واحسب واحسب، ابدا اشوف النواتج دي هتطلع ازاي. بص الاولى 4 تربيع ب16 ودي 1 يبقى جذر 17 وحدة طول. طيب اللي بعديها 4 ناقص 1 3 تربيع ب9، 9 و2 تربيع ب4 يبقى 9 جذر 13 وحدة طول. طيب 3 ناقص 1 2، 2 تربيع ب4 و3 ناقص 1 2، 2 تربيع ب4 4 و4 8 يبقى دي جذر 8. جذر 8 دي ممكن الآلة تكتبها لك 2 جذر 2 في أبسط صورة وحدة طول. مستر ده مثلث مختلف الأضلاع. ماليش دعوة، أنا عايز أعرف الزوايا. بص بقى قال لك عشان تعرف الزوايا هتعمل إيه؟ هتاخد أكبر ضلع فيهم اللي هو مين؟ جذر 17 ده كان اسمه ألف ب وتربعه. تمسك الجذر 17 كده وتربعه، الآلة تقول لك 17 ماشي. واخد الب ج اربعه واخد الالف ج اربعه. هربع الجذر 13 واربع الاتنين جذر 2 واجمعهم تطلع 13 زائد 8 يدينا 21. عايزك بقى تسيب كل حاجة وتبص لي للرقمين اللي طلعوا لك دول. تبص لي للرقمين دول، ده كام؟ 17 وده كام؟ 21. يبقى ألف ب تربيع ايه علاقته بب ج تربيع زائد ألف ج تربيع؟ هل هو أكبر منهم ولا أصغر منهم ولا بيساويهم؟ الإجابة واضحة جدا إن ده 17 وده 21 يبقى أصغر. طالما أصغر يبقى المثلث ألف ب ج حاد الزوايا. طب لو كان أكبر يبقى منفرج الزوايا. طب لو كان بيساوي يبقى قائم الزاوية. صعب الكلام يا سنة ثالثة؟ يبقى نقول اللي احنا قلناه ده تاني.
نقول اللي احنا قلناه ده كمان مرة. لما اجي اقول لك حدد نوع المثلث ده بالنسبة لزواياه، كل اللي هتعمله هتروح تجيب لي الضلع الاولاني ا ب، وتجيب لي ب ج، وتجيب لي ا ج. طيب بعد كده تاخد اكبر واحد فيهم نربعه، وناخد الاتنين التانيين نربعهم ونجمعهم على حسب، لو اكبر او اصغر او يساوي يبقى بيساووا بعض. لو طلع اكبر يبقى المثلث منفرج، طلع اصغر يبقى المثلث حاد، طلع بيساوي يبقى المثلث قائم الزاوية. يلا نشوف فكرة كمان. يلا بينا. بص بقى، بيقول لي هنا اثبت ان المثلث ا ب ج ده الذي رؤوسه ا بواحد بخمسة وسالب خمسة، وب بسالب واحد وسبعة، وج ب15 و15 قائم الزاوية، ثم اوجد مساحته. اي يثبت ان هو قائم الزاوية في ب ويوجد مساحته. بص يا حبيبي، هروح رايح عامل زي ما عملت في المسائل اللي فاتت، ادي ا ب وادي ب ج وادي ا ج. حلو قوي. اجهز مسألتي عشان اخلص على طول. اهو جذر قوسين تربيع وما بينهم زائد، جذر قوسين تربيع وما بينهم زائد، جذر قوسين تربيع وما بينهم زائد. يلا بينا. دلوقتي يا شباب هروح رايح جايب مين اول حاجه؟ ا ب. هنزل الالف زي ما هي اهي، سالب 5 و5، ونغير الب يبقى موجب 1 ناقص 7. حلو. دي ب ج هنزل الب زي ما هي، سالب 1 و7، واغير الجيم سالب 15 وسالب 15. حلو. طيب ا ج هنزل الالف زي ما هي، ادي 5 وادي سالب 5، والجيم هغيرها سالب 15 سالب 15، واحسب واحسب واحسب. طيب نطلع الآلة الحاسبة لأن دي هتبقى حساباتها كبيرة شوية. بص يا عم، أنا أول واحدة دي 5 ناقص 1، 5 زائد 1 6، 6 تربيع ب 36. طب خلاص، سالب 5 وسالب 7 سالب 12 تربيع ب 144، يبقى 144 زائد 36 يدينا كام؟ 180. أنا عاوز آخد الجذر لل 180. جذر ال 180 كام؟ يلا بينا نشوف. خلي بالك احنا ممكن نكتبها جذر 180. ايه ده يعني ممكن اسيبها؟ سيبها جذر 180. ازاي؟ تعالي بس انت كده، خلاص تعالي اهو. ما تيجي نكتبها جذر 180 ونشوف هتحصل معايا ازاي. تعالى ادي جذر 180. طيب دي سالب 15 وسالب 1 سالب 16، لا مربع ال 16 يعني قول 16 في 16 يدينا كام؟ 225 اهو. يبقى دي جذر 225 زائد 7 ناقص 15 اهو، 7 ناقص 15 دي 7 ناقص 15 تدينا سالب 8 تربيعها ب 64، يبقى زائد 64. انا بقى هحسب ال 225 اهو، ال 64 زائد ال 225. لا استني ها، 225 تدينا كام؟ 289. يبقى ده جذر 289. حلو قوي. طبعا انت في غنى عن اللي انا بعمله ده كله، انت ممكن تكتبها على الآلة وتطلع النتيجة على طول. طيب اللي بعديها 5 ناقص 15 دي 10، 10 تربيع ب 100. ماشي. طيب دي 5 ناقص 15 دي سالب 20 تربيعها 400. حلو قوي. يبقى دي جذر 500. دي 16 تربيع، احنا كتبنا دي مش 16 تربيع يا شباب، 16 في 16 ب 256. احنا كتبناها غلط، دي 256. يلا بينا مش مشكلة، حصل خير اهو. دي 256 و64 يبقى 320. حلو جدا.
اوعى تنسى ده هنا مسهل عليك قوي قوي. عارف ليه؟ ده هنا بيقول لك اثبت ان المثلث قائم الزاويه. عارف يعني ايه مثلث قائم الزاويه؟ يعني لازم لما اخد اكبر ضلع اربعه يطلع بيساوي مجموع الضلعين الصغيرين. طب ما تيجي نشوف كده. تعال ناخد اكبر ضلع عندنا اللي هو ا ج. ا ج ده ونربعه. لما اربع هنا الالف ج يعني هربع الجذر 500. الجذر 500 التربيع بيلغي الجذر يا شباب، يبقى كام؟ 500. برافو. طيب ال 500 دي الآلة ممكن تكتبها لك 10 جذر 5. خلي بالك ال 10 جذر 5 هيها جذر 500، مفيش مشكلة. طيب وبعدين هاخد الألف ب أربعها زائد الب ج أربعها، يبقى جذر 320 زائد جذر 180 تربيع وتربيع هتطلع ب 500. ايه ده بقى؟ طلع الالف ج تربيع. ايه علاقته بالاتنين التانيين؟ هقول اهو الالف ج تربيع، هقول لنفسي كده الالف ج تربيع ايه علاقته بالالف ب تربيع زائد ب ج تربيع؟ يا ترى اكبر ولا اصغر ولا يساوي؟ الناتج ده 500 وده 500 يبقى يساوي، وطالما يساوي يبقى المثلث أ ب ج قائم الزاوية. طب لو انت شاطر تعرف تقول لي قائم فين؟ تعالى اعلمها لك. مين اكبر ضلع هنا؟ أ ج صح؟ طالما قائم يبقى ده اسمه الوتر. يبقى ده اسمه يا شباب الوتر، والوتر بيبقى في وش الزاوية القايمة. انت قلت ألف وجيم، ايه الحرف اللي فاضل في المثلث؟ ب، يبقى ده قائم في زاوية ب. صعب يا شباب. طيب المطلوب التالي بيقول لي ومساحته. باشا مساحة المثلث بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع، بس لو المثلث قائم بقول نص في ضلعي القائمة. نص في ضلعي القائمة. طب وانا هنعرف ضلعي القائمة ازاي؟ اقول لك حاجة، مساحة المثلث القائم اوعى تنساها نص في اصغر ضلعين. بس كده بس كده. خد سكرين للشاشه دي وخليها معاك. المثلث القائم مساحته نص في الضلعين الصغيرين. انا عندي واحد جذر 500 واحد جذر 180 واحد جذر 320. ودي دي للآلة والناتج اللي يطلع اكتب وحدة مربعة. ليه وحدة مربعة؟ مش كان اسمها وحدة طول؟ دي مساحة حبيب قلبي. يبقى مساحة المثلث القائم هضرب نص في الضلعين الصغيرين واجيب مساحة المثلث. يبقى انا رحت جبت الاضلاع الثلاثة وخدت الكبير وربعته وشفت الاثنين الصغيرين ربعتهم وجمعتهم طلعوا بيساووا بعض، بقى المثلث قائم وجبت المساحة. يلا نروح نشوف فكرة كمان. بص بقى خلي بالك، انا كل ملحوظه هنستخدمها كاتب لك عندها في المذكره بتاعتك، خلي بالك. طيب خلي بالك ايه؟ انا بقول لك عشان نثبت ان 3 نقط على استقامه واحده باستخدام قانون البعد. بص هنعمل ايه؟ هناخد اكبر ضلع وهلاقيه بيساوي مجموع الضلعين الصغيرين. ايه ده؟ ازاي؟ تعال اقول لك. يجي يجيب لك سؤال في الامتحان كده اهو، يقول لك كده اثبت ان النقط أ وب وج على استقامة واحدة. طب ودي هجيبها ازاي؟ هتعمل نفس اللي عملناه من شوية. هتروح تستخدم قانون البعد، هتروح تجيب لي أ ب وب ج وأ ج. يلا اهو جذر قوسين تربيع وما بينهم زائد، جذر قوسين تربيع وما بينهم زائد، جذر قوسين تربيع وما بينهم زائد. يلا هروح اجيب مين؟ هجيب أ ب. هنزل الألف زي ما هي اهي والب هغيرها ماشي. طب ب ج بنزل الب زي ما هي اللي هي 1 و1 اهي، والجيم اغيرها. دي -5 اخليها موجب 5، دي -3 اخليها موجب 3. حلو. طب الألف ج هنزل الألف زي ما هي ادي 4 وادي 3 واغير الجيم موجب 5 موجب 3.
صعب الكلام يا شباب؟ حلو. دي يا شباب موجب 3 مش موجب 5، يبقى دي موجب 3 اهو. يلا عشان دي ب ج. حلو، هنحسب دي ونحسب دي ونحسب دي. تعالى نحسب دي على طول كده. بص يا عم، الأولى دي 9 ودي 4، يبقى جذر 13. ماشي، طبعا اوعى تنسى تكتب لي وحدة طول. التانية هحسبها، دي 3 دي 6، دي 6 تربيع ب36 ودي 4 تربيع ب16 و36، دي جذر 72. ماشي، خلي بالك لو كتبت على الآلة جذر 72 تطلع لك في الآلة 2 جذر 13 وحدة طول في أبسط صورة. ماشي، طيب اللي بعديها هتطلع لك بالآلة 3 جذر 13. عاوز اثبت ان النقط دي على استقامه واحده. قال لك عشان تثبت ان النقط على استقامه واحده دي سهله قوي. مين اكبر ضلع فيهم؟ الالف ج. مستر اخده واربعه شبه المساله اللي فاتت. قال لك لا، هنا مش هاخده بقى واربعه، انا هاخد الالف ج بس على جنب كده اللي هو 3 جذر 13، وهاخد الضلعين التانيين اللي هم الف ب وب ج واجمعهم. الاتنين جذر 13 زائد الجذر 13 يدونا كام؟ يدونا 3 جذر 13. واخد بالك من حاجة؟ ايه؟ ان الناتج ده هو ده. يبقى النقط دي على استقامة ايه؟ واحدة. تروح رايح كاتب لي بما ان الالف ج بيساوي الف ب زائد ب ج، اذا الالف والب والجيم على استقامة واحدة. صعبة سنة تالتة؟ يلا نشوف فكرة جديدة. طيب بص بقى، الفكرة دي جميلة قوي وبتتكرر في الامتحانات كتير. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اثبت ان النقطة ألف دي اللي هي مركزها النقطة ألف، ماشي، اللي هي سالب 3، اللي هي 3 وسالب 1، والنقطة ب والنقطة ج، ب دي بسالب 4 و6 وج دي ب2 وسالب 2، تقع على الدائرة التي مركزها م سالب 1 و1. ثم اوجد محيط الدائرة علما بأن باي بتساوي 3 و14 من 100. بص يا حبيبي، عايز ادردش معاك شوية بالنسبة لحوار الدائرة ده. بص تعال، انا عندي دايره اهي، اجيبها لك بس في النص قدامك كده عشان تشوفها اهو. بص يا حبيبي، بص لي على الدايره دي. لو انا عايز اثبت ان انا عندي نقطه الف تقع على الدايره ونقطه ب تقع على الدايره ونقطه ج تقع على الدايره، بص هعمل ايه. لو عندي كلمه الف على الدايره يعني الف تقع على الخط ده، وب على الدايره يعني ب على الخط، وج على الدايره يعني ج على الخط في اماكن متفرقه. ده مركز الدايره اللي هو م. ده مركز الدايره اللي هو ايه؟ م. لو انا عاوز اثبت انه الف وب وج تقعوا على الدايره، لازم اثبت ان المسافه دي هي المسافه دي هي المسافه دي. ليه بقى؟ عشان ده في الدايره اسمه نص قطر وبنرمز له بالرمز نق، وانا عارف ان انصاف الاقطار متساويه. فانا عشان اثبت ان النقطه دي تقع على الدايره لازم اجيب قيمه م الف بقانون البعد، واجيب م ب بقانون البعد، واجيب م ج بقانون البعد، وهيطلعوا الثلاثه بيساووا بعض. وقبل ما احل المساله انا عارف ان الثلاثه اصلا هيطلعوا بيساووا بعض. مش هو قال لي اثبت ان هم على دايره واحده؟ يبقى هم على دايره واحده، يبقى لازم الثلاثه بيساووا بعض. هروح اجيب م الف وم ب وم ج والاقيهم الثلاثه بيساووا بعض، اقول له طالما الثلاثه دول بيساووا بعض يبقى النقط على الدايره م. طب تعالى نجرب. بص يا عم دلوقتي اهو، نشيل ده كده ونروح نحلها. يلا يا ستي دايره اهو، شيلنا الدايره وتعالى بقى ايه نحل مسألتنا بالبعد. هروح اجيب الميم الف وميم ب وميم ج. مصر عادي اسميها الف ميم والف وب ميم، مفيش اي مشكله. اهم حاجه يبقى معايا ميم والف ومعايا ميم وب ومعايا ميم وج. طيب بص بقى يا حبيبي، هجهز مسألتي طبعا، ما تنساش ان احنا كل ده شغالين بقانون الايه؟ البعد. طيب بص بقى،
الميم ألف هنزل الميم بتاعتي دي زي ما هي اللي هي -1 و2، فأحط هنا -1 وهنا 2، وهنا -1 وهنا 2، وهنا -1 وهنا 2. ليه عملت كده؟ عشان أنا لقيت إن الميم دي مشتركة في كله. أهي بص، تعالى يا عم، الميم دي أهي أهي دي ميم ودي ميم ودي ميم، فرحت منزلها هنا وهنا 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 وهنا، ماشي؟ عشان أريح دماغي. طيب أروح أجيب ميم ألف، أمسك الألف أغير لها الإشارة. طب ميم ب، أمسك الب أغير لها الإشارة. طب ميم جيم، أمسك الجيم أغير لها الإشارة. وأحسب دي وأحسب دي وأحسب دي بقانون البعد. الآلة هتقول لي دي 5 وحدة طول، ودي 5 وحدة طول، ودي 5 وحدة طول. إيه ده؟ ده طلعوا التلاتة بيساووا بعض. عيب عليك، وانا مش قلت لك من قبل ما نحل طالما قال لي اثبت ان هم يقعوا على الدايره ميم يبقى هم يقعوا على الدايره ميم؟ طب ما خلاص، كل اللي هتعمله هتقول لي والله يا مستر بما ان ميم الف طلعت بتساوي ميم ب بتساوي ميم جيم، اذا الف وب وجيم تقع على الدائره ميم. طيب اوعى تنسى كان بيقول لي ايه؟ ثم اوجد محيط الدايره علما بان باي ب3.14. بص لازم تفتكر هو محيط الدايره بيساوي ايه؟ برافو عليك يا سنه ثالثه اللي مذاكر، 2 باي نق. 2 باي نق. مستر انا بنسى حته المحيط دي، ما تجمعهم لي كلهم في ورقه كده، قوانين كلها اللي انا محتاجها. حبيب قلبي في مذكره المراجعه بتاعتنا احنا عاملين مذكره مراجعه 2000 سؤال على المنهج كله، من ضمنهم حوالي 400 او 500 سؤال بس تراكمي. يعني ايه تراكمي؟ يعني حاجات قديمه سنه ثالثه بتيجي في الامتحانات، فلازم تبقى عارف انت امتحانك 6 اختيارات في الجبر و6 اختيارات في الهندسه، في هنا 3 تراكمي، في هنا 3 تراكمي. يعني عندك في امتحان الرياضه من 30 في 3 درجات تراكمي، انا مش سايبهم، انا عامل لك بيهم مذكره مراجعه هنحلها مع بعض سؤال سؤال. طيب بص بقى، المحيط 2 باي نق، ادي 2 في، هو قال لي الباي ب3.14 نق. مش انا قلت لك من شويه ان ميم الف هي ميم ب هي ميم جيم هياها نق؟ معنى كده انا لما اجيب ميم الف ب5 وميم ب ب5 وميم جيم ب5 دي معناها نق. يعني يا مستر نق بتاعتي ب5 بس كده، احسب دي بالاله تطلع 31.4 وحده طول، طبعا عشان المحيط يعني طول. فكرة مهمة جدا، فكرة بتيجي في الامتحانات. يلا نشوف فكرة كمان. بص بقى، هنخش دلوقتي على حاجة مهمة جدا اسمها الأشكال الرباعية. بص المنظر ده معاك في المذكرة بتاعتك، لو مش معاك خده سكرين واقعد كده ذاكره لي كويس قوي. أنا ممكن يجيب لك في الامتحان سؤال يقول لك اثبت إن الشكل مربع أو معين أو مستطيل أو متوازي أضلاع. طب دي هتتعمل ازاي؟ خلي بالك، كل الشغل كل المسائل عايزين نحلها بقانون البعد عشان قانون البعد حلو. طيب بص يا عم، لو انا رحت قلت لك هات لي الاربع اضلاع باستخدام قانون البعد، متوازي الاضلاع كل ضلعين قصاد بعض بيساووا بعض، وده معناه ايه؟ ان انا هلاقي ان الالف ب لو هو اسمه الف ب ج د يعني بيساوي الجيم د، ولاقي الب ج بيساوي الالف د. لو لقيت كل اتنين قصاد بعض بيساووا بعض يبقى بالبنط العريض سنه ثالثه الشكل ده اسمه متوازي ايه؟ اضلاع. طيب لو لقيت سنه ثالثه الاربع اضلاع بيساووا بعض، لو لقيت الاربع اضلاع بيساووا بعض يعني لقيت الالف ب بتساوي ب ج بتساوي ج د بتساوي الف د، يبقى على طول الشكل اللي عندي ده ايه؟ معين. هيرد عليا حد شاطر شويه ويقول لي مثلا طب ما المربع الاضلاع الاربعه بيساووا بعض، فيرد حد تاني عليه يقول له ايه؟ طب ما المستطيل كل اتنين قصاد بعض بيساووا بعض. فانا دلوقتي لو جالي اثبات في الامتحان هبقى محتار بين المتوازي والمستطيل وبين المربع والمعين. بص يا عم، اللي يحل لي الازمه دي حاجه اسمها قطرين.
لو قال لك في الامتحان اثبت ان هو مربع، هتجيب الاربع اضلاع، هتلاقي الاربعه بيساووا بعض، وهتروح تجيب لي حاجه كمان اسمها قطرين، تلاقي القطرين بيساووا بعض، يبقى الشكل ده هو كمان مربع. في المستطيل اثبات المستطيل هو اثبات المتوازي، يعني بص كل اتنين قصاد بعض بيساووا بعض، بس هزود عليهم القطرين. لو القطرين بتوعي طلعوا بيساووا بعض يبقى الشكل مستطيل، يبقى انا كده عرفت افرق بين المعين والمربع بالقطرين، وبين المستطيل والمتوازي بالقطرين. تمام. سنه ثالثه. تعال نشوف مثال، والمثال هيوضح لي الموضوع شويه. بص المساله دي كده بيقول لي ايه؟ عندي ا ب ج د، الالف دي بسالب 4 وسالب 2، الب ب2 و0، الج ب8 و6، الدال ب2 و4. اثبت ان ا ب ج د هي رؤوس مستطيل او متوازي اضلاع. عايزني هنا اثبت ان هو متوازي ايه؟ اضلاع. انا عارف يا شباب ان متوازي الاضلاع ده شكله عامل كده اهو، ا ب ج د. كل اللي هعمله هروح استخدم قانون البعد، بس المره دي هستخدم القانون 4 مرات. هجيب ا ب ده اهو، وهجيب ب ج، وهجيب ج د، وهجيب ا د. ايه ده مستر؟ حبيبي هو نفس الدرس ونفس القانون ونفس الشغل، بس هنروح نجيب كل واحده بقانون البعد. طيب بص بقى، انا عايز اثبت ان الشكل متوازي اضلاع، اجهز مسألتي عشان نحل مره واحده اهو. هروح اجيب الالف ب، واروح اجيب الب ج، واروح اجيب الجيم د، واروح اجيب الالف د. حلو. هجيبهم ازاي؟ باستخدام القانون. هنزل الالف زي ما هي عشان اجيب الف ب، يبقى ادي السالب 4 وادي السالب 2، وانزل الب بس اغير لها الاشاره، يبقى سالب 2 عشان دي موجب 2. مستر طب ده صفر، الصفر هتحطه موجب ولا سالب؟ الصفر هحطه سالب، هو كده كده مش هتفرق، بس شياكه بس عشان القانون كان اصله سالب. طيب ب ج، هنزل الب زي ما هي، ادي الاثنين وادي الصفر، واغير الجيم. طيب الف ج د، ج د هنزل الجيم زي ما هي واغير الدال. ماشي. طب الف د هنزل الالف زي ما هي واغير الدال، وابدا احسب دي واحسب دي واحسب دي واشوف الناتج هيطلع معايا ازاي. دي هتطلع 16 تربيع 4 36، 6 تربيع ب 36، ودي 2 تربيع ب 4، يبقى جذر 40 يعني 2 جذر 10. حلو. طيب دي هتطلع 2 ناقص 8 36، 36 جذر 72 اللي هي 6 جذر 2، ودي هتطلع 2 جذر 10، ودي 6 جذر 2. سامعك يا اللي بتقول يا مستر ما كتبتش وحدة طول اهي، واو ط واو ط واو ط. واخد بالك من حاجة حبيب قلبي؟ ايه؟ ان الاتنين دول بص دول كده قد بعض. برافو. اقول لك دول بلون تاني اهو عشان ما تتوهش اهو، والاتنين دول قد بعض. اصبح ان انا عندي 2 بيساووا بعض و2 بيساووا بعض. طب ما ده اللي احنا قلنا عليه من شويه، مش احنا قلنا ان عندك متوازي الاضلاع كل ضلعين متقابلين متساويين؟ فتروح رايح قايل لي بما ان الالف ب بيساوي ج د فاصله الب ج بيساوي الف د، اذا الشكل الف ب ج د متوازي اضلاع. وشكرا، خدت درجتي كامله. طيب يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي اثبت ان اذا كانت الف بواحد وسالب واحد، وب بواحد وثلاثة، وجيم بسالب واحد وواحد، اثبت ان جيم تقع على محور تماثل الف ب. السؤال ده اعبط مما تتخيل، وناس كتير بتقع فيه لان اصلا هم مش فاهمين يعني ايه السؤال. هو بيقول لي اثبت ان ج بتقع على محور تماثل الف ب. ادي الف وادي ب. محور التماثل اللي هو بيكون كده، بيكون عمودي عليها وبينصفها. عايز يثبت ان ج وليكن هنا مثلا
اقول لك انا فكره السؤال. خدت في تانية اعدادي معلومه مهمه جدا بتقول لك ايه؟ ان اي نقطه تقع على محور التماثل تكون على بعدين متساويين. خلي بالك ده موضوعنا النهارده، بعدين متساويين. يعني ايه؟ يعني لازم النقطه دي تكون على بعدين متساويين من محور التماثل. يعني ايه يا مستر؟ يعني المسافه ج ا دي هي المسافه ج ب، فلازم يكون معايا ج ا ويكون معايا ج ب، ولازم يطلعوا الاثنين بيساووا ايه؟ بعض. خلاص روح هات ج ا وهات ج ب. مستر ج ا وج ب باستخدام قانون البعد؟ اه يا حبيب قلبي. يبقى لفينا ورجعنا لقانون الايه؟ البعد. بس كده. يلا بينا اهو. هروح اجيب ج ا، هنزل الجيم زي ما هي سالب 1 1، واغير الالف سالب 1 موجب 1، لان الالف اهو هغيرها. طيب ج ب هنزل الجيم زي ما هي اهو، واغير الب، واحسب دي واحسب دي واحسب دي. بص يا حبيبي، دي 2 تربيع ب4 تطلع 2 جذر 2، ودي هتطلع 2 جذر 2. واخد بالك من حاجه؟ ان ج ا بتساوي ج ب، اذا ج تقع على محور تماثل ا ب، وهو المطلوب. فكره سهله جدا، بس الموضوع مش منتشر جدا، مش منتشره المساله دي، فلو ما شفتهاش قبل كده هتتخض وتتكعبل اول ما تشوفها. بس هي كمساله مساله سهله قوي ما فيهاش اي حاجه. يلا نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ السؤال ده اخر درس سؤال معايا في الاسئله المقاليه، او اخر سؤال معايا. بعد كده هديك كام تكه بتيجي اختيارات ويبقى درس البعد بالنقطتين بفضل الله خلاص. ركز عشان السؤال دوت غلس شويه. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان البعد بين النقطتين ده، بين النقطتين دول اللي هو ا و7 سالب 2 و3 هو 5 وحده طول. امال عايز ايه؟ عايز قيمه ا. طيب بص بقى، هو بيقول لي البعد ما بينهم هو 5 وحدة طول، أنا عاوز قيمة أ. طب هعملها إزاي؟ تعالى أعرفك. هتروح رايح كاتب لي قانون البعد أهو، جذر قوسين تربيع وما بينهم زائد. ماشي؟ وبيقول لي إيه؟ البعد ما بينهم بيساوي 5، تكتب 5. ماشي؟ البعد بين مين؟ بين النقطتين دول، آدي الألف وادي ال7 وغير الثانية موجب 2 سالب 3. حلو. هو قال لي البعد ما بينهم بيساوي كام؟ بيساوي 5. ركز عشان المسألة دي مهمة. عاوز قيمة أ. دلوقتي يا شباب أنا عايز أحل المعادلة اللي قدامي دي عشان أعرف أجيب قيمة أ بتساوي إيه. طيب مسألة شكلها متكعبل وشكلها متلخبط وشكلها غريب قوي، والجذر عامل لي كعبلة مخوفة. طب ما تيجي أخلصك من الجذر. تعالى أقول لك. أول ما يجي لك في الامتحان سؤال زي ده تروح جاي عامل لي كده، تقول لي إيه؟ بتربيع الطرفين. حط لي هنا أس 2 وحط لي هنا أس 2. ليه؟ التربيع يلغي الجذر، فيتفضل لك أ زائد 2 الكل تربيع، 7 ناقص 3 الكل تربيع بتساوي 5 تربيع ب25. حلو، بدأت إيه؟ تمشي شوية. تعال ناخدها خطوة خطوة. طيب وبعدين عاوز احسب دي. مصر افك كده، انت ممكن تفك ده صح مش غلط، بس انا عايز اقول لك طريقه اسهل من كده. انا هسيب القوس ده زي ما هو اهو، ا زائد 2 الكل تربيع. هحسب دي 7 ناقص 3 7 ناقص 3 4 تربيع ب 16 بتساوي 25. هطلع ال 16 بعكس الاشاره، يبقى ا زائد 2 الكل تربيع بتساوي 25 ناقص 16. 25 ناقص 16 يدينا 9. برافو. هعمل ايه بقى؟ خلاص قربنا. هنقول بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، يبقى أ زائد 2 دي بتساوي 3، وأ زائد 2 دي بتساوي سالب 3. اصل انا اخدت جذر تربيعي، فالتسعه ليها جذرين، يا اما 3 يا اما سالب 3. طلع بعكس الاشاره، يبقى 3 ناقص 2 اللي هي 1. طلع بعكس الاشاره، سالب 3 ناقص 2 اللي هي سالب
5. إذا ألف تساوي 1، ألف ب1 أو -5. صعب الكلام يا شباب؟ حد عنده مشكلة؟ خلاص المسألة. يلا نشوف كم تكة بيجوا معايا في الاختيارات، عشان الاختيارات مهمة قوي في الدرس ده. بص يا عم، يجي يقول لك ايه؟ تعالى اقول لك، انا اعمل لك الملخص بتاعهم هنا عشان نخلص على طول. لو جه قال لك في الامتحان هات لي البعد عن نقطة الأصل، تشتغل بالقانون ده، جذر س تربيع زائد ص تربيع بس. طب لو اداك نقطة وقال لك انا عاوز بعد النقطة دي عن محور السينات، قال لك انا عاوز بعد النقطة عن محور ايه؟ السينات. حلو، النقطة اسمها س وص، عايز بعد دي عن محور السينات، اخد القيمة المطلقة لص. طب بعد النقطة دي عن محور الصادات، اخد القيمة المطلقة لس. صعب الكلام؟ يلا نشوف أسئلة ونشوف هتيجي ازاي. يقول لي ايه؟ أول سؤال بيقول لي بعد النقطة 3 و4 دي عن نقطة الأصل هو 3 ولا 4 ولا 5 ولا 25؟ أحللها لك الإجابة الصح 5. طب عايز أعرف جت ازاي؟ أنا هعمل جذر س تربيع زائد ص تربيع، يعني جذر 3 تربيع ب9، 4 تربيع ب16، يدينا جذر 25 اللي هو كام؟ 5. طيب السؤال اللي بعد كده يقول لي بعد النقطة 3 و7 عن محور السينات. أول ما يقول لك بعد النقطة عن محور السينات أجري جري ياخد الصاد على طول، يعني 3 ولا 7؟ لا 7. طب لو بعد لو جاب لك العكس، قال لك بعد النقطة عن محور الصادات اخد السين، بس خلي بالك السين هنا -3، مفيش بعد بالسالب سنة تالتة، البعد لازم يكون موجب، فانت هتاخدها بس تاخدها قيمة مطلقة. يعني ايه؟ تاخد القيمة المطلقة ل3 اللي هي كام؟ 3. آخر سؤالين في الدرس ده عشان يبقى الدرس بين نقطتين. خلاص كاتب لك كده اهوت، حتى حاطط لك الملحوظه بتاعتها في المذكره. لما يجيب لك سؤال ويقول لك البعد العمودي بين السؤالين دول او بين المستقيمين دول س ناقص 3 وس زائد 4، احفظ ورايا الكلمتين دول. لو الاشارات مختلفه نلغي السالب ونجمع، طب لو متشابهه نلغي السالب ونطرح. يبقى لو مختلفه نلغي السالب ونجمع، متشابهه نلغي السالب ونطرح. ازاي؟ يقول لك في الامتحان البعد العمودي بين س ناقص 3 وس زائد 4 هو كام؟ بص لي على العدد ده وده، دي -3 ودي 4، متشابهه ولا مختلفه؟ مختلفه، يبقى نجمع، بس قبل ما تجمع بتلغي السالب، يبقى 3 زائد 4 ب7. طيب اللي جايه دي موجب 2 ودي موجب 5، متشابهه ولا مختلفه؟ متشابهه، لما تبقى متشابهه نطرح 5 ناقص 2 يدينا كام؟ 3. وبكده يبقى خلصنا. يبقى شباب بفضل من الله خلص اول درس هندسه البعد بين نقطتين معاك في الايام اللي جايه. تابعنا على قناه اليوتيوب، اعمل سبسكرايب، اشترك في القناه، اعمل كومنت وقول لاصحابك ان احنا موجودين. احنا بفضل الله عيلتنا كل يوم بتكبر شويه بيك، احنا معاك في ظهرك ما تقلقش. وان شاء الله اشترك في القناه عشان هيجي لك كل جديد، لان انا في الفتره الجايه فعلا يوم ويوم هنزل لك درس، بحيث خلال 10 15 يوم اكون منزل لك كل منهج الرياضيات. معاكم مستر محمد ابو المجد، مدرس الرياضيات بمحافظه اسكندريه. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.